السلام عليكم. كنا اتكلمنا قبل كده عن موضوع الاستعلام الأمني بالنسبة للمنشآت الفردية، واتكلمنا عن الموضوع ده باستفاضة وإيه هو الاستعلام الأمني اللي بيتم في الموضوع ده. الموضوع الجديد إن وزارة التنمية المحلية اللي هي اللجنة العليا لترخيص المحل بقرار رقم 37 لسنة 2022، وهسيب لكم القرار ده أسفل الفيديو، زود عدد الأماكن أو عدد الأنشطة اللي بيتم على أساسها موضوع الاستعلام الأمني. يعني احنا دلوقتي كان في عندنا أنشطة بتخش في الاستعلام الأمني، الموضوع ده بقى فيه أكتر من نشاط تاني زيادة على الموضوع ده. زي ايه الأنشطة دي؟ زي محل الميني ماركت، زي الهايبر ماركت، زي السوبر ماركت. الحاجات دي دخلت كلها استعلام امني. يعني ايه استعلام امني؟ هنقولها ببساطه ان انت لما تيجي بتاسس المنشاه الفرديه بتاعتك، واحنا هنا بنتكلم على المنشات الفرديه، لو انت بتاسس المنشاه الفرديه بتاعتك بتيجي تقدم في السجل التجاري. الموضوع ده لو انت نشاط من الانشطه ديت موجوده في السجل التجاري، السجل التجاري بيوقف ان هو يطلع السجل لحد ما يطلع الاستعلام الامني بالموافقه على الموضوع ده. من ضمن الحاجات دي برضو محل بيع وتأجير الملابس بكافة أنواعها، محل بيع الأجهزة الكهربية والإلكترونية المستعملة، محل بيع وصيانة الهواتف، عندك برضو محل بيع الكمبيوترات واللابات والإكسسوارات والصيانة، عندك برضو محل بيع وتجزئة أجهزة ونقل وتحسين الصوت، والمحل الخاص بالصيانة ومكانات التصوير والطباعة، وأماكن تأجير الشقق اللي هو احنا بنتكلم هنا لو بنتكلم على التسويق العقاري أو الاستثمار العقاري، ومكتب تأجير عاملات المنازل اللي هو مكتب التخديم، والدعاية والإعلان. والدعاية والإعلان دي كانت موجودة قبل كده، ودي بقت من ضمن الحاجات ديت من ضمن القرار. وعندك محلات بيع وتأجير وبيع مستلزمات الفراشة، وعندك قاعات الاجتماعات والملاهي وساحات ومدن الملاهي، وعندك الصالات كمان بتاعة المحاضرات وقاعات الحفلات، وعندك المحلات اللي هي زي الجيم الرياضي. طبعا احنا خدوا بالكم الجيم والحاجات اللي زي كده دخلت في الشركات المساهمة، عشان لو عايز ترخيص من وزارة الشباب والرياضة فالموضوع ده دخل تبع الشركات المساهمة. انت في التأسيس الخاص بالشركات بتاعتك في شركات الأموال بتخرج بره الاستعلام الأمني، يعني تقدر تاخد السجل التجاري بتاعك، لأن الكلام ده موجود زي ما قلنا قبل كده أكتر على موضوع المنشآت الفردية، مش داخل جواه الشركات. يعني انت لو عايز تخرج بره الجزئية دي ممكن ان انت تأسس شركة أموال، بس انت طبعا لازم تشوف المزايا والعيوب لكل حاجة قبل ما تاخد القرار. وهسيب لكم البيان كله، انا قلت لكم حاجات مختصرة، هسيب لكم البيان كله اسفل الفيديو للي حابب يشوفه.